ليه مآذن القاهرة مختلفة عن أي مدينة تانية في العالم؟ ليه هنا بنحس إن الحجر بيتكلم وإن كل مأذنة ليها شخصية وصوت وحكاية؟ الروائي جمال الغيطاني في كتابه ملامح القاهرة في ألف سنة كان بيشوف إن المأذنة هي الوريث الشرعي للمسلة المصرية القديمة. الغيطاني وصف المآذن دي بوصف عبقري وبيقول لنا نصا إن المأذنة هي تلك المسلة القديمة وقد أعيد صياغتها بروح العصر الجديد. المسلة زمان كانت صباع من نور بيشاور للسماء، والمصري لما جه يبني المأذنة نقل ليها نفس الفلسفة. مأذنة جامع ابن طولون الحلزونية مثلا هي المثال الأكبر لكسر النمط التقليدي. مأذنة فريدة بتعكس رغبة المعماري المصري في التميز تماما زي ما كانت المسلة كتلة واحدة فريدة بتكسر أفق الأرض. وفي العصر المملوكي القاهرة بقت مدينة الألف مأذنة، والغيطاني بيوصف المآذن دي بأنها تسابيح حجرية. مآذننا في مصر ما كانتش نسخ مكررة، دي كانت هوية مدينة وعلامة لكل حي ومكان للسكينة ورسالة بصرية بتقول إن القاهرة هي قلب العالم الإسلامي النابض بالفن. من مسلات عين شمس اللي كانت بتغازل الشمس لمآذن شارع المعز اللي بتغازل النجوم. القاهرة مدينة مبنية بالحب واليقين. المآذن عندنا مش بس مباني، دي حراس الذاكرة اللي بتفكرنا كل يوم إننا ولاد حضارة عينيها دايما على السما. هي أكتر مأذنة في القاهرة بتحسوا إنه ليها هيبة خاصة في قلبكم؟ مأذنة الحسين ولا السلطان حسن ولا السيدة زينب؟ شاركونا في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من أصلها إيه مع بتوع الآثار.